ازيكم يا شباب؟ ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. انا طالع كده اتكلم عن المهزله اللي حصلت. هي مش مهزله يعني، هو حاجه متوقعه، بس احنا ما كناش متوقعين قوي بالموضوع ايه بالفجر ده خلاص يا جماعه، للاسف احنا الدنيا عماله ايه تسوق وتسوق وتسوق، والدنيا بايظت يعني اكتر ما هي بايظه اصلا. الفساد بقى عندنا في مصر فظيع. الدوري المصري بقى قمه في العبث والقرف والفساد. ريحته غاص عفنت. لان خلاص لازم النادي الاهلي لازم يكيفوه ويسكتوه ببطوله. في الاخر يجي يقول لك النادي الاهلي الله بيب بيب مش عارف ايه، مش عارف ايه، مش يعني مش عايز اقول حتى اسامي. والله العظيم واحد قرف من اللي بيشوفه ومن اللي بيسمعه. دلوقتي احنا كلنا شفنا طبعا قبل كده التصريحات بتاعت محمد ابو العنين اللي هو ماسك سيراميكا، اللي هي سيراميكا دي فرقه اسمها انا مسميها كده كلب الاهلي، ملهاش حل غير كده اهو. ما قال لك الاهلي لو طلب عينيا اديها له. طبعا اساسا التصريح ده يعني المفروض اساسا انا دلوقتي لو من مجلس اداره الزمالك، بعد رد التصريح ده وبعد الصفقات اللي بتحصل ما بين الناديين وبعد النتائج اللي بتحصل ما بين الناديين، يعني ولا مره سيراميكا كسب النادي الاهلي. بقاله 5 سنين في الدوري تقريبا، ولا مره، او في الدوري وقابله في الكاس وقابله في السوبر مرتين ثلاثه، ولا مره سيراميكا عمل اي حاجه. ما فيش غير مره بس، مرتين كده تعادل فيهم مع النادي الاهلي، الباقي كله مكسب النادي الاهلي. فحاجه تقرف، عبث وقرف. فبس هي خلاص طبعا لصالح النادي الاهلي عادي تعدي ومش مهم، فاهم يعني. لكن لو حاجه للزمالك زي مثلا ما كان الراجل بتاع اسمه إيه ده، بتاع ايمن الشراعي، لما طلع قال لك انا مش حابب نلعب ماتش الزمالك ولو فرقه خسرت يعني. وكان باين قوي ان هو بينام الزمالك، والكلام ده احنا قلناه. قعد يقول لك ده مفوت وده اصله مش عارف ايه وايه وايه. وبعد كده لما انبي كسب الزمالك قال لك يا جامد، ده كان بينايمهم يا ابني. ما احنا قلنا ان هو كان بينايمنا واحنا عارفين، بس للاسف هو الحظ الفرقه ما كانش في يومها يعني، في يومنا ساعتها. المهم، المعلومه اللي عندي بقى اللي انا عاوز اقولها ان يا باشا في 3 لعيبه سابقين في النادي الاهلي. انا بقولها اهو، انا مش هطلع، مش هقول اسامي عشان ما حدش ايه، مش عايز ادي فرصه لحد ان هو ايه يعمل شرشره على الفاضي يعني. اعتذروا عن ان هم يلعبوا الماتش. انا دي صراحه بقى، ودي معلومه جايه، ان في 3 لعيبه اعتذروا ان هم يلعبوا الماتش. قال لك ايه، هم برضه على فكره هم يحترموا جدا. الناس قالت لك خلاص طبعا انا مش هقدر العب قدام النادي بتاعي، او النادي اللي انا طالع منه اعاره اهو، مش هقول حاجه اكتر من كده اهو. فخلاص فايه، فانا مش هينفع طبعا. الناس دي تحترم انها ايه، عندها ذمه ومش هتنزل الماتش ايه. ما طبعا برضه مش هينفع ينزل الماتش وهتبقى باينه قوي. فخلاص قال لك ايه يا عم، ايه اعمل لي اصابه وايه ومش هلعب الماتش. فهي انت مش عارف انت تشكر اللعيبه ولا مش عارف تشتم الفريق نفسه، ان هو طبعا الفريق كله اهلي. هو طبيعي انا دلوقتي واحد جاي مثلا اعاره من نادي الزمالك، وعندي ماتش بعد كده ايه، فرقتي عندها ماتش مصري مع نادي الزمالك. طب ما طبيعي، ما انا هنزل يعني، عارف خلاص. ما حاجه بتيجي فعلا، يا اما هعتذر زي ما الناس دي عملت، يا اما هنزل ممكن ما يبقاش عندي ضمير. ولو عندي ضمير هنزل اخسر فرقتي او فرقه تانيه. فاللي هي الموضوع كله غلط في غلط، قرف من الاول، قرف. يعني ايه فرقه واخده من فرقه تانيه 16 لاعب ولا 13 لاعب؟ حاجات تقف اقسم بالله، حاجات عبث مش بنشوفها هنا غير في الدوري المصري عندنا. ففي 3 لعيبه، وفي بقى لاعب افريقي عنده اصابه، بس اصابه بسيطه. قال له ليه يا عم ريح؟ ايه ده؟ ايه القرف ده؟ ايه العبث ده؟ فين بقى الشفافيه؟ وفين؟ انا طبعا لو انا مطرح الهلاهيل اللي ماسكين نادي الزمالك، لا طبعا كنت عملت مشكله طبعا من اول خالص، من قد حتى الماتش ده. وده هو ده اللي انا قلت عليه قبل كده. قلت ساعه الجد سيراميكا مش هيلعب قدام النادي الاهلي. دي حاجه معروفه. لكن تعال بقى شوف سيراميكا بيعمل ايه قدامنا. شوف بقى، انا لو من مجلس الاداره اصلا اطلع كل ده اعمله للفيفا. حتى يا عم، حتى بيقول لك ايه، العيال اللي مش عارف ما سيبش يدوش في تعرف في عبث وقرف. يعني ايه اقول لهم يا عم؟ حتى هو لو قانوني، هو المفروض ايه، انت المفروض اساسا قانوني ست بتطلع 6 اعراض. هتقول لي بقى انت عامل عقد ثلاثي بتبيع وبتطلع وبتعمل. فالمهم النتيجه في الاخر ايه، 16. انا بروح للفيفا اقول لهم ده في نادي بيعمل ايه، حاجات تحت الترابيزه وي 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 وي. فيجي يشوف العبث ده يلغي بقى الكلام ده كله. ده غير اساس ان هقول له ده في خلال ال4 سنين هم السيراميكا كانت فيهم هنا بتلعب في الدوري المصري اكتر من 30 32 و 33 صفقه ما بين الناديين. بس ايه القرف ده؟ اي صفقه النادي الاهلي مش عارف يخلص منها، سيراميكا يشيلها. اي صفقه مش عارف ايه مين يشيل. حاجه تقرف اقسم بالله، عبث 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 عبث. فانا لو مجلس الاداره لا كنت اعمل كده طبعا، عشان اوقف الهبل والعبث ده.
تاني حاجه برضه تلاقي واحد بيبقى اهلاوي ومش فاهم حاجه، يجي يقول لك ايه انتوا الاسماعيلي بيفوت لكم وانتوا بتفوتوا الاسماعيلي، وبيراميدز بيفوت لكم وانتوا بتفوتوا بيراميدز. ده انت حتى لما اشوف انا نتائجي حتى مع الاسماعيلي، انت تقول عليه هو بيفوت لي ده، انا من 2010 لغايه دلوقتي الاسماعيلي كسبني بتاع حوالي 7 6 مرات. انت من 2010 لغايه دلوقتي الاسماعيلي يعني ما كسبش الاهلي ولا ماتش. طبيعي بقى انا اللي اقول لك انت بقى الاسماعيلي بيفوت لك، بس طبعا انا عارف الاسماعيلي طبعا استحاله يفوت النادي الاهلي، بس مش هقولها فاهم. بس انا لما بفكر كده بعقليتك يبقى انا الاولى اقول الكلام ده، اقول ان الاسماعيلي بيفوت لك، والاولى برضه اقول ان البيراميدز بيفوت لك. ان شوف انت حتى ماتشات مع بيراميدز اخر 10 ماتشات انا كسب بيراميدز في ال 90 دقيقه مره واحده بس، وكسبه قبل كده اربع مرات ضربات جزاء، والباقي كله تعادلات او هو كسبني. السنه اللي فاتت هو كسبني رايح جاي. انت بقى في اخر 10 ماتشات بيراميدز كسبك ماتشين تقريبا، والباقي كله انت اللي كسبه. يعني انت برضه نتائجك مع بيراميدز اعلى، فطبيعي انا هقول لك بقى بيراميدز بيفوتك انت، بس هقول ايه بيب. لكن السيراميكا اللي انت على طول واخده رايح جاي، واخده بالنتائج وباللعيبه وبي لدرجه ان توصل ان في 3 لعيبه يعتذروا عن الماتش، لا عادي مش مشكله عادي. ويطلع واحد زي الشريط ده ما يعمل من بنها وعدل القيعي والناس كلها، وفي الاخر يطلعوا كانوا يتكلموا عن مبادئ النادي الاهلي. عبث، اقسم بالله عبث. بس برضه العيب مش عليهم، العيب على الهلاهيل اللي ماسكيننا الضعف. بص يا جماعه، طول ما انت ضعيف ما تلومش لنفسك. طول ما انت ضعيف هتاخد على ايه اللي هو ايه يعني، يقول لك مش عارف ايه هتدب على بطنك ولا على قفاك، حاجه تقرف، حاجه قرف. انا مش عارف اقول ايه، بس زي ما قلت لك، ولو حد ضغط وانا بقول لك اهو افتكر الكلام ده كويس، 3 لعيبه سابقين مش سابقين متعارين من النادي الاهلي، او كانوا متعارين من النادي الاهلي، اعتذروا عن اللعب. وفي لاعب افريقي عنده حاجه بسيطه قالوا له اقعد ريح. طبعا بقى الله اعلم اساسا الباقي هيعمل ايه. كده كده اساسا حتى سيراميكا لما بيلعب بالفول تيم ما هو بيخسر يا عم ماشي، بس على الاقل ما حدش يعرف يمسك عليك غلطه. لكن انت المره دي كده 11 لاعب كده، في لعيبه فعلا مصابه وفي لعيبه موقوفه، وبس الباقي يا باشا انا بقول لك ده اللي انا عرفته، الله اعلم بقى الباقي ايه بقى، ده فاهم، ده بقول لك بس ان انا عارفه. فحاجه تقف وعبث وقرف وفساد مش ممكن، قرف حياتكم زي فاحت. بس حاولي بس ان شاء الله في حاجه اسمها ربنا، وهو ربنا ايه اللي مهما تعملوا ان شاء الله ربنا ينزل الحق ان شاء الله. وانا اتمنى برضه حاجه اخيره كده من المجلس ده بقى، ياخد موقف في اي حاجه، ولسه برضه هتكلم عن موضوع زيزو في حلقات تانيه. خد موقف في اي حاجه كانت من القرف والله العظيم، خد موقف في اي حاجه عشان خاطر النادي. هاتوا حكام اجانب لبقيه الماتشات، اعملوا حاجه يا جماعه، عشان احنا هنشوف العجب مع الحكام المصريين في 6 ماتشات دول او ال4 ماتشات بقى، عشان الاهلي يلعب منهم ماتشين بحكام اجانب. ربنا يستر في اللي جاي. الامور لو مشي طبيعي الدوري ده مش هيروح النادي الاهلي، احتمال كمان يبقى ايه مركز ثالث. الامور بقى مشي بالطبيعي بتاعهم اللي هو الحكام والهبل ده، الدوري يا باشا بقى في النادي الاهلي من بعد مرحلتين 3. ربنا يستر على اللي جاي، وان شاء الله اتمنى ان الزمالك ياخد الدوري والكونفدراليه. غير كده بقى بصراحه المجلس ده يمشي، عشان المجلس ده خلاص زهقنا منه ومن قرفه، وزهقنا من اللي بيعمله. فشل في كل حاجه، في يد وطايره وسله يعني قدم لغايه دلوقتي فشل. لما لو اخد بطوله هنقول تمام، لكن لغايه دلوقتي ياسمين هو فاشل في كل حاجه. فنشوف بقى والله، اخدوا بطوله ماشي نقف معاهم شويه، ما خدوش بطوله يغيبوا في 60 داهيه، ما فيش حاجه عملوها، حتى الارض اتاخدت منهم، مفيش حاجه، كل حاجه قرف، مش عارفين يعملوا اي حاجه. فاتمنى بقى الخير جاي، اللي جاي يبقى خير لنادي الزمالك، وهنستنى ونشوف النادي بقى، ربنا يستر يعني. ماشي، اشوفك على خير ان شاء الله. انا برضه هتكلم في حلقات تانيه بقى ايه على زيزو وعلى المشكله وعلى الهبل اللي بيحصل، الجو التعريض اللي بيحصل لزيزو يعني. يلا سلام.